تخيل انك محبوس في غابة حديدية وسط المحيط، والضباب حواليك لدرجة ان الطيارات ما بتشوفش مكان الهبوط. احنا النهاردة على متن بيركوت، اضخم منصة نفط في العالم. وحش وزنه 200 الف طن واقف فوق منطقة زلازل، والجليد حواليه بيمزق الحديد كأنه ورق. تعالوا نشوف البشر ازاي روضوا المكان ده. المنصة دي مش عايمة، ده جبل خرساني مزروع في قلب البحر. وعشان الجليد في بحر روسيا ارتفاعه بيوصل لمترين، المهندسين عملوا حاجة عبقرية، بنوا كاسحة جليد خرسانية حوالين أرجل المنصة. ده خلوا الجليد هو اللي بيتكسر، والمنصة ما بتتحركش شعرة. الغريب إنها واقفة على مفاصل زي ركبة الإنسان، علشان لو حصل زلزال تمتص الصدمة والمنصة ما تقعش. من قوة التحكم في موظف واحد بس ماسك عصاية التحكم، وبيحرك إبرة حفر طولها 7 كيلومتر تحت قاع البحر عشان يسحب النفط. وفي زرار طوارئ واحد لو اتضغط عليه المنصة كلها بتقف تماما، والضغطة دي معناها خسارة ملايين الدولارات في ثواني. عشان كده الزرار ده مقدس ومحدش بيقرب منه إلا في الكوارث. منصة بيركوت هي الدليل إن العقل البشري يقدر يروض الطبيعة في أصعب صور، ومكان زي ده بيشتغل فيه بشر عايشين في عزلة تامة بس علشان يضمنوا ان الطاقه توصل لبيتك. لو جات لك فرصه تشتغل هناك اسبوع في العزله دي براتب خيالي، هتوافق؟